كلنا النهارده شفنا اولى مباريات ليفربول في البريمير ليج واللي تألق فيها محمد صلاح وقدر انه يشارك في الهدفين اللي جابهم ليفربول النهارده بانه عمل اسيست الهدف الاول لجوتا واحرز الهدف الثاني. مش ده اللي انا جاي اتكلم معاك فيه خالص. طبعا برضو النهارده محمد صلاح قدر انه يوصل لتسع اهداف في المباريات الافتتاحيه كاكتر لاعب في البريمير ليج تسجيلا للاهداف في المباريات الافتتاحيه، وبرضو مش ده اللي انا جاي اتكلم معاك فيه خالص. الفكره كلها ان احنا شفنا احتفال محمد صلاح بعد تسجيله للهدف الثاني لليفربول بانه بيحتفل على طريقه القوس والسهم. يا ترى محمد صلاح بيقصد ايه باحتفاله ده اللي هيقلب السوشيال ميديا؟ وناس كتير من مشجعين او جماهير نادي الزمالك هتنسب احتفال محمد صلاح بانه يعني بيحاول ان هو ينكش جماهير نادي الزمالك او يتقرب من جماهير نادي الزمالك او يقول ان هو زملكاوي. ناس تانية هتحاول تقول ان احتفال محمد صلاح ده تضامنا مع فتوح في مشكلته اللي موجود فيها دلوقتي. ناس تانية هتقول ان محمد صلاح ملوش دعوة باي حاجة من دي وبيحتفل احتفال ليه هو كأنه مثلا بيصطاد الفرائس الجديدة اللي صاعدة للدوري الممتاز الانجليزي زي ابسويتش تاون، او انه بيصطاد الارقام القياسية بالسهم بتاعه زي الرقم القياسي اللي لسه قايله لكم من شوية اللي محمد صلاح عمله النهارده. مستني ارائكم في الكومنتس، يا ترى محمد صلاح كان قصده ايه باحتفاله بالقوس والسهم؟